بناتي هنعمل حبة رز بلبن حكاية. يلا نبدأ مع بعض. يلا حبايبي، تغلي رز منقوع ساعتين بمية سخنة، كوباية رز منقوع ساعتين في مية سخنة، نغسلها وننشفها حلوة، صفاها من رز المية اللي فيها كلها، نحطها على المية اللي مية تغطي الرز بيها، مش مية كتير، ماشي اهي شوفي يا دوب مغطية رز، لأن رزنا منقوع ساعتين يعتبر بيش بمعنى أصح. ماشي يا حبيباتي، خلينا الغطا. شفتوا عمل ازاي؟ شرب ميته 100 اهو، مستوي استوى على الاخر. نحط نص كمية اللبن بتاعتنا، يعني كيلو لبن، كيلو ونص لبن على حسب الرز اللي قدام عينك. ايوه نحط نص الكمية، قلب شوية. والله العظيم يا بناتي حكاية نغطي تتغلى مع نفسيها كده اهو. نحط بقى ايه السكر بتاعنا، ايوه كل واحد على حسب ما الرغبه بتاعته، اللي عايزه دلع، اللي عايزه مسكر، اللي عايزه مظبوط، كل واحد على حسب ما طبعا بياكل. دي مش حاجه، دي من سكر التموين يا حبايبي، بتاعت زوزة كده، بتاعت سكر ما شبطه في اختها فكت في اللبن. ايوه شوف عامل ازاي، شوف شكله عامل ازاي من قبل ما نحط النشا عليه. شوف مش محتاج نشا كمان، نحط ايه يعني 3 معالق نشا كفايه كبار على نص كميه اللبن الباقيه. نصب بقى ايه النشا، حطاه في نص الكمية الباقية من اللبن، 3 معالق نشا كبار. هنحط ايه اللي عنده فانيليا يحط نقطتين فانيليا، انا حطيت نقطتين فانيليا سايل. ايوه قلب 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 قلب. ايوه شوف بيهبط ازاي، والله يا بنات، والله يا حبايب قلبي، ولا كريمة ولا علبة قشطة ولا أي حاجة من ده كله، والله اعملوه بطريقة بجد بجد والله عليه. يقعد في التلاجة معاكي بال3-4 أيام كأنك لسه عاملاه. بعملوك الحاجة اللي بعملها ببيتي بالحاجة أنا هحطها في تلاجتي وأكلها على كام يوم، مش بعمل أكلة وخلاص، لأ بما يرضي الله. فبقى انسى هتبقى شوية في اطباقنا وبألف هلف هنا وشفا. بتغلى هي، شفت البكبكة عاملة ازاي؟ ايوه بتغلى، شوف عامل ازاي، شوف رز بلبن عامل ازاي، تقولوا حط عليه علبة قشطة، والله هي بس النشا واللبن والسكر، انا من اكتر من كده ما حط عليه ايدي وانا بقلب فيه كده وجماله مش عايزة انزله من على البوتاجاز. غرفناه في الطباق وبألف ألف هنا وشفا حبايبي.